ظلم تحكيمي واضح ومؤثر ضد منتخب الجزائر امام نيجيريا بعدم احتساب ضربة جزاء من لمسة يد داخل ال 18 والايد اللي متحركة تجاه الكورة مش العكس، وكمان الايد مكبرة حيز الجسم، وبالتالي كل عوامل احتساب ضربة الجزاء موجودة، لكن القرار غاب من حكم الساحة وحكم الفار. المنتخب الجزائري يتعرض لظلم تحكيمي من بداية المباراة، لمسة يد من المدافع النيجيري وركلة جزاء واضحة للمنتخب الجزائري، ولكن الحكم كأنه لم يراها ولم يتم الرجوع حتى للفار. جزائرية مباشرة للشيبي، العرضية من قبل الشيبي والمطالبة بلمسة يد عند الكرة. الشيبي حقيقة في اللقطة هذيا فما ضربة جزاء واضحة للجزائر، كيما تشوفوا فما لمسة يد لاعب نيجيريا حط يده، دونك فما ضربة جزاء واضحة، لكن الحكم ما حسبهاش. كيفاش الحكم يحتسب ضربة جزاء كيما هكايا واضحة؟ تحكيم العار والفساد. المنتخب الجزائري بيخسر 2-0 من نيجيريا بفضل الحكم عيسى سي. ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس، حتى لو هي مش ركلة جزاء ممكن ترجع للفار تراجعها وتشوفها. وفي لقطة تانية لاعب نيجيريا بيضرب بغداد بنجاح بدون كورة داخل ال 18، ولكن الحكم برضه مفيش اي حاجه. الجماهير الجزائريه في المدرجات بتقول بالرشاوي وبالتحكيم. المنتخب الجزائري كان سيء جدا النهارده، ولكن الحكم يقضي على الجزائر والشعب الجزائري. وهارد لك للمنتخب الجزائري واخواتنا الجزائريين وخيرها في غيرها، وباذن الله منتخبنا يتاهل النهارده ضد كوت ديفوار. عندما تكون جزءا من قاره افريقيا السوداء فيجب ان تتعامل مع حكم المباراه قبل ان تتعامل مع الفريق الخصم. هذا الحكم سي الذي تحدثنا عنه وقلنا بأنه من أسوأ الحكام في إفريقيا، هو يقوم بعمله، هو الآن يمنع ربما تسجيل المنتخب الوطني لهدف أول. ركلة جزاء كانت واضحة وضوح الشمس ولمسة يد واضحة. الحكم صعب جدا عليه أن يعلن عن هذه الركلة، ركلة الجزاء. وبالتالي لو نعود ربما لمباراة الجزائر ونيجيريا فيجب أن نقول مباراة الجزائر ضد نيجيريا وضد البلد المستضيف، وأيضا ضد حكم المباراة وضد قارة إفريقيا اللعينة. السلام عليكم خوتي العزاز. بالصح فيها خير ان شاء الله مولاي، فيها خير خبرك ان شاء الله فيها خير، على خاطر الا ما فيهاش خير مش حتسلك على خير. اقدر كأس افريقيا هذه تاع المروك، اوسخ كأس افريقيا هذه تاع المروك. الان ماشي غير افريقيا على بالها، وماشي غير العالم العربي على باله، حتى العالم كل العالم بأسره على باله باللي نتوما تاع فساد. غريغوري شنايدر البارح، غريغوري شنايدر il avait dit que vous avez sali le jeu. قالكم ce n'est plus la canne, c'est la reine, c'est la reine des neiges. قالها لكم. وهذاك ماهوش جزائري، ماهوش كرغولي، سي ان فرونسي. معناتها راكم تبهديله يا وجه العار يا وجه البخس. على كل حال نتوما مال فين تبهداي؟ نتوما غير باش تدو خياطه للقفطان ورحتوا عريتوا السلاطين تاعكم والرعيه تاعكم في الكتب اللي حطيتوهم يقولوا لكم انتم. الكاتب يقول لك المروكي غشاش مفسد فاسد كريمينال، كامل المعايير في هذوك المصادر اللي حطيتوها نتوما بيدكم. يعني باش تلحق للمبتغى نتاعك لا تهمك، يعني ما يهمكش الطريقه، المهم هكذا نفرح هذوك الصناقيله تاوعي نفرحهم. هذا ما كان الاربيتر هذا اللي راهو معنا في اللعب درك. اما يشوف غير لي جوار تاعنا كيديروا اخطاء، بصح الفريق النيجيري ما يشوفوش باسكو راه خالص باش يكون عمى على الفريق النيجيري، لازم يدير الزوم غير مع الجزائريين. هادي ما شتهاش انت، هادي ما شتهاش. العمى ان شاء الله، العمى تقعد اعمى حياتك كامل يا رب العالمين. دوك نشوفوا دوزيام ميتون.
شو هذا؟ فضيحة تحكيمية بحق المنتخب الجزائري. حكم المباراة مستحيل انه يكون طبيعي، مستحيل، ما بقتنع. ضربة جزاء يتغاضى عنها الحكم بالشوط الاول صحيحة 100%، وبالشوط الثاني لاعب المنتخب النيجيري فقع اللاعب الجزائري كف، فقعه كف يا زلمة، قلبه وما احتسب اي شيء. اشتروك بكام؟ اشتروك بكام؟ انا مع انه نيجيريا كانت افضل، وخاصة بدنيا كان واضح انه المنتخب الجزائري منهك بدنيا، لكن اللي صار مع حكم هالمباراة وتوزيع الكروت الصفراء اللي مش طبيعي وتغاضي عن ركلتين جزاء، هذا اللي بيقهر. مع الأسف محاربو الصحراء خارج بطولة كأس أفريقيا بسبب الظلم التحكيمي. ركلة جزاء هذا الحكم ما حسبها للمنتخب الجزائري، وكانت واضحة وضوح الشمس، ولكن رغبة الحكم وإحساس الحكم وقرارات الحكم واتجاهه وميله كان لصالح المنتخب النيجيري، مما خلى لاعبين المنتخب النيجيري يعني يتفوقون معنويا على المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري قتل معنوياتهم هو هذا الحكم، وكان انه هذا الحكم مو هو المقرر انه يقود هالمباراة، ولكن كان اكو الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارتان على ما اعتقد، ولكن لسبب الصراحة قبل المباراة بساعات قليلة تم تبديله. والله انه شنو كان لابس حذاء بمباراة سابقة علامته التجارية ما تتوافق مع العلامة التجارية للراعي الرسمي للبطولة. يعني شلون تبدلون حكم صومالي كان يقود مباراة المنتخب الجزائري كان افضل من هذا الحكم؟ الان حكم المباراة هو اللي اخرج المنتخب الجزائري. معلش ايه دي قبل ما الماتش يخلص، احنا دلوقتي بين الشوطين تمام و0-0، ونيجيريا حرفيا ماسكه الجزائر مسففه نجيله الملعب. يعني انا ما شفتش حارس نيجيريا غير مرتين يمكن ولا 3 مرات في الماتش. الكره بتاعت تقريبا كان آية نوري طالعين 3-على-2 ومش عايز يلعبها المحرز الناحيه الثانيه، عمال يلم واتقطعت منه. والكره دي ليه ما اتحسبتش ضربه جزاء؟ طب يا عم ما تحسب ليه ما اترجعتش في الفار؟ ما هو ايده مش جنب جسمه وايده بره ومنع الكوره ومكبره مساحه جسمه، وكل خصائص ضربه الجزاء هي ضربه جزاء. معرفش هي على الخط ولا بره ولا جوه، معرفش، بس على الاقل نرجع للفار، عشان لو خط فالخط طبعا منطقه الجزاء تتحسب ضربه جزاء. فانا مش فاهم هم ما رجعوش للفار ليه اصلا، يعني انا بجد مش فاهم. تمام، الماتش لسه 0-0، بس بالمنظر اللي بيحصل ده لا، الجزائر الشوط الثاني ممكن تشيل 2-3. يعني هو لولا زيدان ولولا الكره اللي شالها بن سمعيني من على الخط، وفي انفرادات عجيبه بتضيع لعيبه نيجيريا زي ما تكون شاربه رافعين نص، محدش شايف قدامه، بيضيعوا كور غريبه. فمش عارف بصراحه، نيجيريا احسن كتير، احسن بفرق شاسع، بس برضو محد يرد عليا ليه دي ما تحسبتش ضربه جزاء. بس هدف المنتخب النيجيري واضح وفهمناه الناس الكل اللي هو تسلل، حتى كان داخلت الكوره الهدف باش يلغى على خاطر فما تسلل على لوكمان، لكن ضربه جزاء للمنتخب الجزائري واضحه، ضربه جزاء على الخط المليح ببدنه لداخل. علاش ما زفرهاش؟ القانون نتاع لمس المدافع للكره باليد ولا يسر معقد، هذه ضربه جزاء، هاو يد كبر الجسم، هاو يد مصغر الجسم، ما عادش تفهم حتى شيء. لكن ضربه جزاء واضحه، اكتبوا لي انتم في التعليقات هذه ضربه جزاء للمنتخب الجزائري كونتر نيجيريا. توا من الماتش قاعد يلعب، اي ولا لا؟ اي ولا لا؟ والدقيقه الثامنه من اول بدايه اللقاء ولا المنتخب الجزائري وفيه شوط